السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة وصفات مطبخ ماما. النهاردة بقى هعمل معاكم إن شاء الله صينية الرقاق. طبعا ده الرقاق الناشف اللي أنا وماما عملناه مع بعض على القناة. الفيديو ده على فكرة كان المفروض أنزله مع البطاية، بس أنا فصلت قلت أنزل كل حاجة لوحدها. هنا بقى طبعا زي ما انتم شايفين أنا بدأت الفيديو بتجهيزي للحمة المفرومة بتاعة الرقاق. هنا جبت بصلاية كبيرة، قطعتها قطع صغيرة ونزلت عليها بمعلقة سمنة كبيرة، واحطها على النار اقلبها انها تتشوح شوية يعني كده وتدبل. وبعد كده نزلت باللحمة المفرومة. طبعا لو انت حابة تشوحي اللحمة الاول في السمنة، عشان انا عملت الطريقة دي قبل كده، وبعد كده تنزلي عليها بالبصل برضو عادي جدا براحتك. بس انا حبيت ادي للبصلة تشويحة الاول علشان ادبلها، وبعد كده انزل باللحمة. في كلتا الاحوال الطريقتين حلوين، بس الطريقة التانية دي لو الناس اللي هي مش بتحب البصل يبقى ظاهر قوي يعني، فدبليه الاول. هنا بقى طبعا بدأت ان انا هقلبهم بقى مع بعض لحد ما هما ياخدوا لون كده. وبعد كده بقى هبدأ ان انا انزل بقى بالتوابل. انا مش هحط توابل كتير، انا هحط توم باودر ومعلقة كزبرة ومعلقة شوربة دجاج باودر، كل دي معالق صغيرة يعني، ومعلقة فلفل اسود. طبعا انا كنت عاملة الرقاق ده مع البط اللي انا نزلته، ف بس يعني قلت عشان يعني أنا حبيت ان يعني انزل كل وصفة لوحدها وافصلهم عن بعض. وكنت مستخدمة شوربة البط اللي انا يعني سلقت فيها البطاية. هنا بقى جيت في الاخر حطيت الملح. طبعا كنت قلبتها شوية يعني كده، سبتها انها تدخل في السوا شوية، مش كتير يعني، حوالي بتاع 10 دقايق كده، وابدأ ان انا انزل بالملح. طبعا احنا كلنا عارفين ان اللحمة المفرومة اصلا ما بتاخدش وقت خالص. وهنا على فكرة ما كنتش حطيت لها ولا نقطة مية، يعني انا سبتها كده كلها تستوي منه فيه. هي ما احتاجتش بصراحة لاي حاجة. في ناس بيحبوا ان هم يزودوها مثلا قطاية متقطعة، او يحطوا لها مثلا حبة شوربة صغيرين. لا انا ما حطيتش بصراحة فيها اي حاجة، انا قعدت اقلب بس كده فيها لحد ما استوت. هنا بقى طبعا كان معايا دي طبعا شوربة البط اللي انا عملتها معاكم ونزلتها في الفيديو اللي فات. بدأت بقى هنا ان انا هاخد بقى الرقاق ده، الرقاق الناشف برضو اللي انا عملته انا وماما هنا على القناة، عملناه على البوتاجاز. وهنا بقى خدت حبة شوربة بط في الصينية، وهنا كنت جهزت الصينية حطيت فيها سمنة، وجبت بقى كوباية لبن حطيتها مع على الشوربة. ودي على فكرة خطوة يعني هي مش أساسية، بس بصراحة مهمة وبتدي تيست حلو قوي للشوربة. هنا بقى حطيت معلقة صغيرة بيكنج باودر. أنا بصراحة مش عارفة أنا حطيته ليه، بس ماما هي اللي قالت لي يعني، قالت لي حطي معلقة بيكنج باودر يعني، فأنا يعني مشيت وراها وحطيت. هنا بقى ودي طبعا شكل اللحمة المفرومة. انا هنا كنت حطيت فلفل الوان في اللحمة بدل القوطة بصراحة، لان القوطة بتنزل ميتها وكده، وانا كنت حابة يعني العصاق بتاع اللحمة يكون نشف. هبدأ بقى ان انا طبعا انزل بالرقاق واحدة واحدة في قلب الشوربة. طبعا الشوربة لازم تبقى سخنة، يعني انا هنا كنت لسه طافية عليها على طول. وبدأت بقى ان انا احط بقى الرقاق بقى في قلب الشوربة. طبعا ماما هنا بقى بالمعلقة بدأت بقى ان هي يعني توزع الشوربة على الرقاق، لان انا كنت بصور وبعمل في نفس الوقت. طبعا عندي ستاند، بس بصراحة يعني ما معرفش، ما بحس ان انا لما بحطه ما بعرفش اوجه الكاميرا في كل الاتجاهات يعني. فانا ببقى حابة ان انا ابقى ماسكة الكاميرا في ايدي، بحيث ان انا يعني تبقى الكاميرا بتتحرك مع ايدي. واحيانا برضو بيبقى كسل، يعني بيبقى كسلان ان انا اجيب الستاند واركبه، فبقول الاسهل ان انا يعني اعمل ابقى بصور واعمل في نفس الوقت. هنا بقى ماما اصلا كانت واقفه معايا اساسا وكانت بتساعدني، فهي بقى طبعا كانت بتوزع لي شوربه على الاماكن اللي ما كانش بيوصل لها شوربه. طبعا هنا انت يتهيالك ان الرواق ناشف، لا هو هيطرى مع الوقت. كل ما هتحطي واحده على واحده هيبدا هو يطرى معاكي. طبعا لو انت حابه تسيبي الرقاق في الشوربه اكتر من كده، بس انا ما بحبش بصراحه ان انا اسيبه يتهري خالص، علشان خاطر يعني برضو لما تيجي تعمليه برضو تحسي ان هو
مش دايب قوي ومقرمش يعني معاكي. انا هنا الصينيه دي خدت حوالي 6 رقاقات، 3 من تحت و3 على الوش. وطبعا بين كل طبقه وطبقه بتحطي سمنه، بتدهني يعني دهنه بسيطه كده من السمنه دي، بتخليها مورقه. والمفروض يعني ان معلقه البيكنج باودر الصغيره اللي احنا حطيناها ان هي هتخلي الوش بتاع الرقاق يبقى منفوخ كده ومتختخ بعد ما يستوي يعني. حلوه متختخ دي. وهنا بقى طبعا ماما كانت بتحط هي بقى ورايا الطبقات بتاعه السمنه. حابه تحطي زبده مفيش اي مشكله. هنا بقى انا كنت بحاول انزل اعدل بقى الرقاق في الصينيه وانزله بقى بايدي بحيث ان هو يضغط على بعضه يعني ويطرى. وكنت جبت بقى اللحمه المفرومه بقى وجيت حطها عليه. طبعا انا ما حطيتش اللحمه كلها، كانت بقى معايا حبه صغيرين قوي يعني، يعني دي مش كل كميه اللحمه. هنا بقى هبدا ان انا ايه، احط ال3 التانيين على الوش. جيت ده طبعا بقى من الخطوات بقى المريحه قوي بالنسبه لي، ان انا اقطع الرقاق قبل ما ادخله الفرن. يعني لما بيطلعه من الفرن واجي اقطعه بحس ان هو بصراحه بقى بيتكسر في ايدي وبينشف وبيبقى متعب شويه يعني. فهنا بقى حبيت ان انا ايه اقطعه قبل ما ادخله. ودهنته بقى طبعا كمية مناسبة من السمنة، ودي اهم شيء، لان طبعا لما بتحطي له كمية مناسبة من السمنة او الزبدة على الوش ده بيديله لون حلو قوي بصراحة. في بقى خطوة يعني للأسف أنا لما جيت أدخل الرقاق الفرن نسيت أصورها خالص، ما جاتش على بالي بصراحة وأنا بعملها. انتي بتاخدي حوالي نص كوباية شوربة من الشوربة، يعني اللي انتي عملتي بيها الرقاق، مش شرط اللي في الصينية، يعني شوربة البط يعني. وتبدأي ان انتي ايه ترشي كده بالمعلقة على في الفراغات بتاعة الرقاق، بحيث ان هو ايه ما يبقاش ناشف قوي معاكي. فطبعا عملت الحركة دي، خدت نص كوباية شوربة ووزعتها على الصينية ودخلتها بقى، وده بقى كان شكلها النهائي. اتمنى بقى الفيديو يعجبكم ان شاء الله، واتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.